ايه قصة تعديل عقد امام عاشور؟ امام عاشور عقده مع النادي الاهلي في البداية كان بيتقاضى 10 مليون جنيه في الموسم، بيزيدوا كل سنة لغاية ما يوصلوا الموسم الثالث الى 13 مليون جنيه. الرغبة موجودة عند الطرفين، سواء عند مجلس ادارة النادي الاهلي او عند امام عاشور، في تعديل العقد، خاصة بعد ما اللاعب طلب زيادة مقابل العقد اللي بياخده على الموسم الواحد. الاهلي عرض انه هيدي امام عاشور في الموسم 30 مليون جنيه، الا ان لغاية دلوقتي ما تلاقتش رغبة الطرفين، لأن إمام عاشور اشترط شرط رئيسي إن يتم مساواته بزيزو وبتريزيجيه بحيث يحصل على 40 مليون جنيه في الموسم، بخلاف نسبة الإعلانات. في توقعي إمام هو أهم لاعب ممكن يكون موجود في النادي الأهلي، وكلنا شفنا ده في مباريات كأس العالم بعد إصابته. الأهلي تأثر فنيا، وأعتقد إن هيتم الموافقة على تعديل عقد إمام عاشور زي ما هو عايز بالظبط وبالمبلغ اللي هو طلبه.